قيمة العمل والإنتاج. قام العاملون بالوزارة والشركات المصرية والعالمية بالقرية الذكية بالعمل يوم الجمعة حاملين شعار جمعة العودة إلى العمل. ودعا العاملون بالقرية الذكية جميع قطاعات الدولة لتطبيق نفس المبادرة بالنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة إنتاجية الدولة. بمبادرة من مجتمع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شارك العاملون بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعض الشركات المصرية والعالمية بالقرية الذكية في فعاليات يوم أطلق عليه اسم جمعة العودة إلى العمل. الحقيقة هذه رسالة واضحة لكل المجتمع المصري أنه مصر يجب أن تركز على العمل، يجب أن تركز على مزيد من الإنتاج، يجب أن تركز على مزيد من الإبداع في تحقيق نهضة اقتصادية، لأنه بدون هذه النهضة الاقتصادية هيبقى من الصعب تحقيق كل الأهداف السياسية اللي قامت عشانها الثورة. المبادرة تهدف إلى توصيل رسالة إيجابية للمجتمع المصري، وهي أن مصر عادت من جديد، للتأكيد على ضرورة العودة إلى العمل بقوة لتخطي المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا، ولدفع النمو الاقتصادي وإعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. بندعو للمشاركة وكفاية مظاهرات عشان عايزين نشتغل، عايزين البلد برضه تتقدم وعايزين برضه الاقتصاد يشتغل. يا رب تبقى جميع الوزارات تبقى زينا، احنا بدأنا ويا ريت كل الناس تعمل زينا، لان احنا فعلا محتاجين ان احنا نشتغل، لان احنا لو ما اشتغلناش وبقينا كويسين هنبقى اوحش من كده بكتير. ويا ريت نتمنى كل وزارات مصر وكل عمال مصر وكل منتجين مصر تبدأ بنفس المبدأ بتاعنا كده ان شاء الله. جمعة مميزة إذن حملت شعارا يدعو لإعلاء قيمة العمل والإنتاج، ورغم كونها بعيدة عن ميدان التحرير مكانا لكنها حملت روح الثورة من أجل نهضة مصر وبنائها من جديد. من القرية الذكية، أحمد فؤاد، النيل. فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات أمنية